المتاجر الكبرى تتلقى صفعة قوية من وزارة الداخلية كارفور، مرجان ومجموعة من المتاجر الكبرى، حيث أن تعليمات عليا توصلت بها إدارة هذه المتاجر الكبرى من بينها مرجان وكارفور تفيد بضرورة التوقف عن بيع اللحوم للمستهلكين، خاصة الغنم والكرش والدوار والشحمة، وإتلافها تماما بسبب الارتفاع الذي تعرفه أسعارها مع اقتراب موعد الاحتفالات بعيد الأضحى. وأكدت مصادر جيدة الإطلاع أن التعليمات التي توصلت بها إدارة هذه المتاجر الكبرى في جميع فروعها بالمغرب كانت رسمية وصارمة ولا تقبل أي تهاون، ويبدو أنها صادرة عن جهات عليا بعد انتشار الفيديوهات التي يشتكي فيها المواطنون من غلاء الأسعار ومن جشع الكسابة، إلى جانب عدم امتثال المواطنين للتوجيه الملكي بالحفاظ على القطيع الوطني ومنع ذبح الأضاحي للتخفيف عن المواطنين. تساؤلات حول دوافع القرار. وحسب المذكرة الرسمية التي توصلت بها إدارة العديد من المتاجر الكبرى، فقد صدرت تعليمات بوجوب مصادرة جميع اللحوم المعروضة للبيع بمناسبة عيد الأضحى وإتلافها تماما ابتداء من يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، وهو ما دعا إلى التساؤل حول دوافع هذا القرار، وهل هو تعبير عن غضبة ملكية بسبب عدم الامتثال. من جهتها تلقت العديد من محلات الجزارة وبيع اللحوم بالدار البيضاء تعليمات من ممثلي السلطة بضرورة التوقف عن بيع اللحوم للمواطنين ابتداء من يوم الأربعاء في هذا الأسبوع، خاصة بعد أن زاد الإقبال بشكل كبير وبلغت الأسعار مستويات قياسية.